من فترة كنت نزلت لكم بوست بتكلم فيه عن اكتشاف مذهل. الاكتشاف ده عبارة عن مادة بتتشكل وبتتغير وبتتحرك وشبيهة جدا بالمادة اللي موجودة في فيلم فينوم. الفيلم اللي قصته بتتكلم عن مخلوق عبارة عن مادة بتتشكل وبتتحرك وبتخترق الأشياء وبتندمج مع الأشياء. المادة دي تم اكتشافها، وقلت لكم وقتها في البوست ان انا هعمل لكم فيديو بالمادة دي. ناس كتير شككت في كلامي طبعا في التعليقات، وقالت لك ان مفيش حاجه اسمها الماده دي وان الموضوع ده مستحيل يكون موجود. الماده دي تم اكتشافها بالفعل وتم التصريح عنها بالفعل. وللعلم الفيديو اللي تم تسريبه لا هو ذكاء اصطناعي ولا هو فوتوشوب ولا هو اي شيء من الاشياء دي، وانما الفيديو حقيقي والماده حقيقيه تم التصريح عنها بالفعل. ولكن الماده المكتشفه مش واخده حقها في الضجه الاعلاميه، وتم تسريب فيديوهين للماده دي. الفيديو الاول اللي معروض قدام حضراتكم دلوقتي ده، اما الفيديو الثاني فهو شكل ثاني للماده دي هتلاقوه في الصوره او في الفيديو اللي معروض قدام حضراتكم دلوقتي ده. ولكن ايه هي نوع الماده دي ومكوناتها ايه ومكونه من ايه وجايه من فين، وهل هو مكون بشري تم صناعته بايدي بشريه فتشكل للشكل ده، ولا هو مكون خارجي جاي من خارج الارض؟ مفيش اي معلومات عن القصه دي، ومفيش اي تصريحات لغايه دلوقتي بتوضح حقيقه المكون ده ايه. فانت قول لي ايه رايك؟ هل الماده دي من ضمن الحاجات المتكتم عليها اللي تم تسريبها وهي جايه من خارج الارض ومش عايزين حد يعرف عنها، ولا تم صناعتها بايدي بشريه؟ مستني رايك في التعليقات.